السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان اللي قرب، وطبعا وكلنا بدأنا في تجهيزات رمضان وتفريزات رمضان. فأنا جبت لكم السمبوسة وتعملوها في البيت وتجهزوها وتحشوها وتعينوها في الفريزر عادي خالص، مش هيحصل لها اي حاجة، يا دوبك تطلعوها عشان تقلوا بس. فيلا بينا نجربها ونشوف هنعملها ازاي. ده نص كيلو دقيق وعليه معلقة ملح و3 معالق زيت، وهنقلبهم كويس كده مع بعض. وبعد كده هنحط الميه. النص كيلو دقيق ده عمل خد ميه 250 جرام من الميه بالظبط، علشان الدقيق ده تحتاج الميه ديت، وانت طبعا على حسب الدقيق بتاعك هيحتاج ميه ايه، بس هو نص كيلو هياخد 250 جرام ميه. وطبعا قلبتها لحد ما بدات تشوف عجينه طريه معايا. هبدا ابططها واعملها كور صغيره كده علشان ابدا اعجنهم مع بعضيهم، ابططهم مع بعض كده. طبعا احنا هتبقى سهله جدا لو انت عملتيها وفرستيها وحطيتيها في الفريزر محشيه جاهزه، يا دوبك هتطلعيها ان انت تقليها بس. وكلنا بنحتاج السمبوسه ديت في العزايم، فبتبقى سهله بالنسبه لنا وحاجه كده خلاص شلتيها من دماغك، يا دوبك بتطلعيها وهتحطيها بس تقليها او تحطيها في الفرن زي ما انت بتحبي. انا ديت قليتها في زيت، وبصراحه ما شربتش زيت خالص، وكانت حلوه جدا ومقرمشه. فانا بدات اهوت عملت العجينه كور صغيره زي ما انتم شايفين. عملت معايا شوف كميه قد ايه. وبعد كده هبدا اشيلهم علشان ابدا اوسع المكان عشان اعرف ابطط العجين. فكده بططتها هي بالنشابه، وبحاول افردها بالدقيق علشان طبعا ما تلزقش منك. فانتي لما تحطي لها دقيق كميه الدقيق اللي انتي بتحطيها دي طبيعي جدا، عشان لما نيجي نحطهم فوق بعض ما يلزقوش في بعض. وهنا بقى اهو بطقطها بالشكل بالحجم ده عشان وسبتها وركنتها وعملت واحده تانية. ادي جبت واحده تانية عشان اعملها قدامكم واوريكم الحجم يبقى قد ايه. هنا بطقطها سريع كده، يعني انتي لو جبتيها من بره ديت يعني هيجيلها دلوقتي ب30 جنيه. يعني انا النص كيلو ده عمل معايا الكميه اللي هتشوفوها دلوقتي، كميه حلوه والله جدا ومش مش قليله يعني. جبت اول خلاص انا خلصت الكميه بتاعت الفرد بتاعت العجين، وهبدا اجيب واحده واحده ادهنها بالزيت كده. ما تسيبيش حته غير لما تدهني فيها زيت. وبعد كده رشيت عليها الدقيق. ما بين كل واحدة والتانية بتحطي زيت ودقيق، الزيت الاول وبعد كده بتحطي دقيق، والزيت تحطي كمية كويسة كده على الفردة بتاعتها بالشكل ده، وترشي الدقيق وتحاولي تعمليهم يبقوا قد بعض بالظبط علشان ما تبقاش واحدة خارجة عن التانية. زي ما انتم شايفين كده بصوا تقريبا كلهم قد بعض، مفيش واحدة اكبر من التانية. خلاص كده بدأت خلاص قربت اخلص احطهم كلهم على بعضيهم زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ افردها تاني بالنشابة. شايفين كمية دي اللي انا بحطها، يعني بحط كمية دي معقولة مش كتير ومش قليل، بس هو عشان ما يلزقش منك بعد لما تيجي تفصليهم عن بعض ما يلزقوش منك. والزيت برضو نفس الحكاية بيسهلك وانتي بتفصليهم عن بعض. بص حجمها قد ايه. هنا بفردتها يعني هي كبيرة. وجبت الصاج بتاع الفرن هعمله دلوقتي فيه، قلبته على البوتاجاز على من ظهره كده، وقلبته على البوتاجاز عشان النار وتبقى النار هادية واطية جدا مش عالية. مجرد بس ما تتشم من ريحة النار بنقلبها الناحية التانية. وخلاص انا كده خلصتها وقطعتها زي نفس حجم السمبوسة اللي احنا بنجيبها. شايفين حلوة ازاي؟ شايفين صوابع ايديا باينة من تحتها ازاي؟ رقيقة جدا وخفيفة جدا. شايفين ايديا باينة من تحت الورقة بتاعت السمبوسة. شايفين يعني النص كيلو عملوا معايا الكمية دي، يعني حوالي 1.5 من السمبوسة. النص كيلو دقيق عملوا 1.5 من العلبة بتاعت السمبوسة. طبعا احنا عارفين السمبوسة بنجيبها
بتكفينا يعني، بتبقى حوالي بتاع 12 واحدة، دول اتعملوا يعني 20 من نص كيلو دقيق بس، يعني يعتبروا يعني 1.5. وانا بدأت، فهنا خلاص احشيها. هنا لحمة مفرومة وجبنة، عشان هم اولادي بيحبوها بالجبنة مش بيحبوها باللحمة المفرومة، بس دي انا عملت اللحمة المفرومة عشان في ناس بيحبوها كده وناس بيحبوها كده. وطبعا انتي تحبي تحشيها زي ما انتي عايزة، اللي انتي عايزاه تحشيه بيها. حتى لو حبيتي تحشيها برضو شوكولاتة نوتيلا ممكن، دي هتبقى حلوة جدا يعني طبعا. وديت عملت، بصوا شايفين كل واحدة عملتها زي القرطاس كده وحشيتها، والحتة الزيادة بتحطيها تحت من جوه، تحتها من جوه. دي طريقة الحشو السمبوسة وطريقة عمايلها. ودي قليته في الزيت، ما حطيتهاش في الفرن، قليتها في الزيت، ما خدتش مني وقت في عمايلها ولا في تحميرها لانها اتحمرت بسرعه. زي ما انتم شايفين التحمير بتاعها شكله عامل ازاي، وحلوه جدا ومقرمشه وسهله. ولو عايزه تفرزيها في الفريزر حطيها في الفريزر وتسيبيها لرمضان. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تعجبكم ارائكم وكومنتاتكم، ويا ريت تدوسوا على الجرس، تفعلوا الجرس. المطبخ نوني. باي باي.